خليني أقولك، العصبية مش بس إحساس، دي رسالة، وكل رسالة وراها قصة. العصبية دي مش بتطلع كده وخلاص، دي وراها حاجات كتير متخبية. 1. أنا مرهقة. أكتر سبب للعصبية اللي بتيجي فجأة هو الإرهاق. لو مش بتنامي كفاية، لو مضغوطة في الشغل والبيت، لو كل اللي بتعمليه إنك بتجري طول اليوم ومفيش وقت لنفسك، جسمك وعقلك بيوصلوا لمرحلة ما بيقدروش يستحملوا أي حاجة زيادة، فتلاقي نفسك بتتعصبي على أتفه الأسباب، زي كوباية مية اتدلدقت. 2. أنا خايفة أو قلقانة. ساعات العصبية بتبقى قناع للخوف والقلق. قلقانة على ولادك، على مستقبلك، خايفة ما تقدريش تعملي كل المطلوب منك، خايفة من المجهول. والخوف ده بيخلق توتر داخلي بيطلع في صورة عصبية مفاجئة. ودي أكتر واحدة بتوجع. 3. أنا مش مقدرة. كم مرة حسيتي إنك بتدي وبس، ومفيش تقدير للي بتعمليه؟ بتشيلي مسؤوليات كتير وبتتعبي، وفي الآخر بتحسي إن مجهودك مش متشاف. الإحساس بعدم التقدير ده بيتراكم ويتحول لعصبية بتطلع على أقرب حد ليكي. 4. طاقتي استنفدت. وصلتي لمرحلة إن مفيش نقطة طاقة زيادة عندك، كأن بطاريتك فاضية خالص، وما بقاش عندك قدرة تتحملي أي ضغط إضافي. دي دعوة صريحة من جسمك إنك محتاجة إعادة شحن وتوازن. العصبية ساعات بتبقى آخر نقطة بتنقذك من الانهيار، كأنها آخر سطر بتقولك كفاية بقى، اسمعيني.